لإكساء شارعها من قبل المحافظة. اليوم هذا الشارع تبلط، بس الغريب بالموضوع تبلط متر، لأن كتحديث ب 2023 السيارة يصير عرضها نص متر. فهذا الشارع مال سايدين شوفوه، هذا الشارع الخدمي مال منطقة البزون الرابط بين ال 77 والسياحي. اكو شخصيات كل ما يصير تبليط تجي تنشر وتصور، وبلطنا واشتغلنا، بس اليوم ماكو مع الأسف، لا تصوير لا. معقول هذا الشارع يفشل؟ هذا الشارع شوفوه قدامكم، ذيك الآليات جاي تشتغل. أتمنى الموضوع يوصل يعني للقائمين على المشروع، للأمانة، المحافظة قام. يعني ما أعتقد تحتاج أن توصل هذا الموضوع إلى القائمين على المحافظة، لأن القائمين المحافظة هم الذي أمروا بالتبليط بهذا الشكل، صح ولا لا؟ ولكن أريد أقول لك، تعرف ما أريد أقول لك؟ هذا قدر الشعب العراقي عند الحكومة، هذا قدركم عنده. هذا التبليط هذا عبارة عن إهانة، والإهانة المفروض يرد عليها، مو تروح تشتكي على الإهانة، عليها عند الذي هانك، صح ولا لا؟ هم اللي حطوه، هم اللي حطوه. هذا مو تروح تشتكي عليه، مو تروح تشتكي يما، هذا هانك. تعرف شنو معنى الإهانة؟ تعرف ماذا مرد الإهانة؟ ردها مختلف تماما. قناة ظهر المهدي قد جاءت لتصرخ بالظالمين كفى.